بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم. الزول في اللون. في كل الدول الديمقراطية الشعب يخير الممثلين نتاعو بكل حرية ويبعثهم للبرلمان باش يمثلوه ويدافعوا على حقه وعلى مصالحه. الممثلين اللي يطلعوا للبرلمان شغلهم الشاغل هو كيفاش يخدموا الشعب اللي طلعهم، كاش ما الشعب يعاود ينتخبهم لمدة أطول. في بلادنا القصة مختلفة تماما، خاطر في بلادنا كاين جماعة، هذه الجماعة عندهم خبرة معترف بها دوليا في تنظيم انتخابات اللي نتائجها معروفة قبل حتى نهار الاقتراع. هذه الجماعة يرشحوا ناس بناء على ولائهم وعلى طاعتهم وينجحوهم. هذه الجماعة ما همش أغبياء، باش يوروا للرأي العام باللي الانتخابات حرة ونزيهة يمدوا بعض المقاعد الأحزاب المعارضة أو شخصيات مستقلة. الناس اللي تدخل البرلمان ما يمثلوش إرادة الشعب وما همش مسالين للشعب بدخولهم لهذه المؤسسة. بالنسبة لهم ماشي الشعب هو اللي دخلهم للبرلمان وما هوش الشعب اللي راح يخرجهم منه، وبالتالي الولاء نتاعهم الأول والأخير هو للجماعة اللي طلعتهم. كي يقولوا لهم حلوا العهدات يحلوا العهدات، كي يقولوا لهم أقفلوا العهدات يقفلوا العهدات، كي يقولوا لهم صوتوا على قوانين المالية اللي تضر مصالح بلادنا وشعبنا يصوتوا على قوانين المالية. يعني من الأخر الجماعة تفصل الدستور والقوانين على مقاسهم والبرلمان يلبسهم للشعب. الحقيقة إخواني أخواتي أنه البرلمان تاع بلادنا في الوقت الحالي لا يهش ولا ينش، وخرجت منه غير الكوارث اللي تهدد مستقبل بلادنا وتصعب في حياة ولادنا. غير تفكروا شكون بدل الدستور وحل عدد العهدات حتى صبحنا ضحكة للي يسوى واللي ما يسواش؟ شكون اللي صوت على قوانين المالية تاع 2016 ومن بعد 2017 اللي غلاو في معيشة الزواولة والطبقة المتوسطة؟ كما راكم تشوفوا خاوتي اخواتاتي، البرلمان الحالي ما هو إلا أداة يستعمل فيها النظام الغير شرعي باش يمرر قرارات اللي لا تخدم لا الوطن ولا الشعب. اليوم راه جا نهار اللي نرجعوا فيه الجواب للنواب وللنظام الغير شرعي، ونقولوا لهم باللي ولاد وبنات الجزائر ما همش راح يساهموا في تمثيلية مدان الشرعية. النظام غير شرعي معروف بالفساد بالحقرة وبسوء التسيير. باللي ولاد وبنات الجزائر ما همش راح يدخلوا في انتخابات وين اللعاب حميدة والرشام حميدة. باللي ولاد وبنات الجزائر ما همش راح يساهموا في مصادرة الإرادة الشعبية وفي عملية اختطاف استقلال بلادنا وحق شعبنا في تقرير مصيره. قبل كل انتخابات النظام الغير شرعي خرج لنا أرنب من الكبوسة تاعو كي السحار. قال لك المرة هذه راح يكينا هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات. أولا الهيئة معينها النظام ويمول فيها النظام وبالتالي ما هيش مستقلة. ثانيا لازم هيئة لتنظيم الانتخابات موش غير مراقبتها. ثالثا ما عندناش شك في صدق بعض أعضاء الهيئة وحسن نيتهم، بس رانا متيقنين من عدم قدرتها على منع التزوير في 60,000 مكتب وعدم قدرتها على مواجهة الجهاز الإداري السياسي اللي زور الانتخابات. معناه لما المعارضة الوطنية طلبت الصيد باش يوقف على نزاهة الانتخابات، النظام جاوب وعطاها قط. الانتخاب واجب وطني، واجب وطني في قمة الأهمية، بصح في الوقت الحالي ما عندناش أدنى الشروط اللي تضمن احترام إرادة الشعب، ولهذا السبب يصبح العزوف على أداء الواجب الانتخابي شكل من إشكال العصيان المدني. لازم نبعث رسالة واضحة للنظام الغير شرعي ونقولوا له إذا كان ما تحترموش إرادة شعبنا روحوا فركتوا على شعب آخر تحكموا باسمه. لازم نقولوا له باللي شعبنا خرج 1.5 مليون شهيد باش يدافع على حقه في تقرير مصيره، مش باش تجيو انتم وتصادروا منا هذا الحق. لازم نبعثوا رسالة ثانية لنواب البرلمان الكوارث ونقولوا لهم باللي النظام اللي راكم تساندوا فيه ضد بلادكم وشعبكم راهو رايح ما هي إلا مسألة وقت، ووقت قليل ثاني. خاوتي خواتاتي، لما يكون التزوير عام
يصبح الغياب أكثر فعالية من الانتخاب. ولهذا السبب مانيش راح نشارك في مسرحية الانتخابات التشريعية الجاية، ونهار الانتخاب راح ندير إضراب في داري ونمنع النظام الغير شرعي من أنه يعاود يخطف استقلال بلادي باسمي. أنا مقاطع، ونتمنى أنتم ثاني تقاطعوا، خاطر الشعب كي يتحد أو ما يغلبوا حتى واحد. من فضلكم ساهموا في نشر الفكرة وبارتاجوا هذا الفيديو. ربي قدرنا باش نكرموا ونشرفوا تضحيات جدادنا. وتحية الجزائر. شكرا لكم ويعطيكم الصحة.